انه باولو مفوافي، افتكروا بقى اهو الكلام، باولو مفوافي ونانا بوكو الاثنين على لائحه الكابتن ايهاب جلال في الفتره اللي جايه، وهيطلبهم من نادي الزمالك ان هم يبقوا موجودين، والاثنين طبعا في مصر المقاصه. افتكروا كده اختيارات الاثنين دولت من النهارده اهو، باولو مفوافي ونانا بوكو من اقرب الناس اللي عايزهم الكابتن ايهاب جلال يبقوا موجودين في نادي الزمالك في فتره الانتقالات الشتويه. ده خبر الثاني يخص ابراهيم حسن نجم نادي الاسماعيلي. ابراهيم حسن كان جاي له عرض من العين الاماراتي، ولكن الاسماعيلي رفض عرض العين الاماراتي لضم اللاعب. العرض كان 600,000 دولار خلال 6 شهور، ما يعادل 10 مليون و680 ألف، بالاضافه 400,000 دولار للاعب، ما يعادل 7 مليون و120 ألف. لكنه في نادي الاسماعيلي متمسكين جدا بابراهيم حسن. الخبر الاخير، طيب هقول الخبر برضو، واللي عايز ينفي في المصري، ها، بس المره دي ردنا هيبقى قوي جدا عشان يبقى الموضوع واضح اهو. الخبر اللي جاي ده، واللي عايز ينفي بقى الخبر ده يبقى ينفيه براحته، بس ردنا هيبقى قوي جدا جدا وقاطع فيما يتعلق بالجزئيه ديت، علشان الناس تبقى بس وصل لها التفاصيل اللي احنا بنقولها. بانسي قال لينا انه سيرحل عن النادي المصري بعد مباراة السوبر. ادينا بنديكوا الخبر وبنديكوا تفاصيله، اشتغلوا عليه انتوا بقى في النادي المصري وحافظوا على اللعيب بتاعكم لانه ناوي يمشي بعد ماتش السوبر. قال انه مش عايز يكمل في النادي المصري وانه بيرغب في الرحيل، وقال همشي عن الفرقه بعد مباراه السوبر امام الاهلي المقرر لها يوم 12 يناير. قال هعرفكم بعد ماتش السوبر هبقى موجود فين، خاصه ان انا هنتقل لنادي جديد وبرغب في ان انا ابقى موجود فيه. افتكروا الخبر ده كويس وافتكروا تفاصيله. على العموم انا انت راجل ضد، انا راجل مع، وانت عارف كويس قوي ان انا ماليش اي اغراض داخل نادي الزمالك، وبتمنى ان الزمالك يكون في افضل حال. وانا شايف ان ايهاب جلال مدير فني كفء يستطيع انه يغير شكل الفرقه، ويستطيع ان هو يخلي اللعيبه تكون هاديه، ويستطيع ان هو يحط اللعيبه في الاماكن السليمه بتاعتها اللي يطلع. وعلى فكره اول طلبات ايهاب، عايز اقول لك ان تصريحات حمدي النقاز ان هو يعني لغايه دلوقتي محدش كلمه، وان هو الفلوس وهم اتكلموا مع النادي، ونادي الزمالك قال لك هو كان جاي السبت النهارده بعد كده اجل للثلاث، وهو عنده معسكر في قطر في الدوحه. عايز اقول لك كمان ان حمدي النقاز قد تفشل الصفقه بسبب ايهاب جلال، لان ايهاب جلال اول طلبات ايهاب جلال وانا بقول لك ولم يتم الاعلان عنها هو نانا بوكو. نانا بوكو سيكون لاعبا في نادي الزمالك الايام اللي جايه، وقد يكون على حساب اشمبونج اللي دلوقتي قد يرحل عن نادي الزمالك، ويكون نانا بوكو هو البديل. وكمان في كلام قوي جدا على حسين الشحات، رغم ان رئيس نادي الزمالك اعلن انه ولو بجنيه ونص مش هيجيبه، لانه قال في اي حته ان هو اهلاوي وان هو عايز يلعب في الاهلي لكن بوجود ايهاب جلال قد يتغير الوضع، لان حسين الشحات بيدين بالولاء والحب وما اعرفش ايه، وان مستواه واللي حصل لايهاب جلال، فقد ياتي حسين الشحات، وقد يكون حسين الشحات هو الحل من فكره ان انا ما اجيبش حمدي النقاز، ان هو بيلعب باك رايت وبيلعب ورا راس حربه وبيلعب في اكثر من مكان، فممكن حسين الشحات يكون البديل. ودلوقتي هتكون في يعني منافسه ما بين الاهلي والزمالك على مين يدفع اكتر عشان يجيب حسين الشحات. وطبعا الشحات بس نفسه قال ان انا اهلاوي ومش هلعب. انا بقول لك لا بس عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، ما في من الحاجه و20 في 10 كانوا اهلاويه في الزمالك، وفي من النادي الاهلي من الجيل الرهيب وكانوا بيلعبوا منتخب مصر وما اعرفش، في بتاع 3 4 كانوا زملكاويه باهلاويه يعني هي القصه في ايه؟ انت خلاص طالما لعبت يعني لعبت في نادي وخلاص انت بتخلص. ما مؤمن زكريا كان زملكاوي وبعد كده بقى اهلاوي وبعد كده هيبقى اهلي جده السعودي يعني فاهم قصدي. لكن اللي انا عايز اقوله ان في اكتر من 3 4 لعيبه، وقد تتغير فكره حمدي النقاز ده انه يتم رفضه، ان ايهاب جلال يقول لك انا مش في احتياج اليه، وقد يرحل لاعب او لاعبين والامور تتغير، وقد يعود ايمن حفني للتالق مع ايهاب جلال او محمد ابراهيم او لانه لعيب كوره وبيحب لعيبه الكوره، وهتلاقوا الزمالك بيلعب على ارض اكتر، بس مع الوقت لازم تستوعب. اكتر حاجه الالغاء لا قدر الله ينتظر كاس مصر. حضراتكم عارفين انه ما عادش فيه وقت بالنسبه لكاس مصر انه تاجل له ماتش او يتاجل اي فرقه من الفرق في كاس مصر، انه في مؤجلات كتير جدا جدا، وفي
تصميم ويمكن كنت بتكلم ان دي من الحاجات المميزه جدا بالنسبه لنا في الدوري، ان احنا في الدوري وفي كاس ان احنا 20 كل بطولاتنا ونبتدي للمنتخب ان شاء الله باذن الله وتجهيز لمعسكر منتخبنا الوطني. فليه بتكلم في كده؟ بتكلم لان لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم اختارت مجلس الاداره، قالت لهم انه اي معسكر زائد للمنتخب، اي معسكر زياده اضافي يعني او مباراه وديه لاي فريق هيتم التضحيه امامها بالبطوله بالكامل. فطبعا هنا يحط الاتحاد المصري لكره القدم امام مسؤولياته، لانه باختصار شديد البطوله دي اللي بتاكل المنتخب، اللي بتاكل عفوا الاتحاد المصري لكره القدم عيش، لانه باختصار برضو شديد، لانه هي دي المتعاقد معاها الاتحاد من ضمن بنود التعاقد اللي بناء عليها اخذ فلوس من الشركه الراعيه. فمش معقوله هو هيضرب العقد اللي هو عامله مع الشركه علشان ماتش زياده بالنسبه لمعسكر المنتخب، خاصه ان كوبر خلاص الدنيا متظبطه معاه، وفي معسكر مارس هيبقى عنده ماتشين، واحد قدام اليونان والثاني قدام البرتغال في سويسرا، فالقصه هتبقى خلصانه. فالتحذير هنا وجب بالنسبه للجنه المسابقات، ويصل الى الاتحاد المصري لكره القدم، وبالضروره يصل الى الانديه، ويصل الى اتحاد ويصل الى كمان الى المنتخب. في مشكله بسيطه كده متعلقه بملعب التدريب اللي هيلعب عليه منتخب مصر في المعسكر اللي جاي، لان هم كانوا عايزين يلعبوا في ملعب زيورخ، ده الملعب التدريب. زياده عنه حكم الساحه هيبقى ديفيد ماسا، 36 سنه، دولي من 2014 اللي قدام حضراتكم على الشاشه. اول مباراه دوليه دارها كانت ما بين تركيا وبلغاريا. ادار الموسم الحالي 14 مباراه، 57 بطاقه صفراء، بطاقه حمراء وحيده، واحتسب 8 ركلات جزاء. ده حكم الساحه، ومعاه اندريه كريسبو مساعد اول، فابيانو بيتي مساعد ثاني، وموريزيو ماريان حكم رابع. معرفش هل هيطبق بقى في المباراه دي اللي هي احوج اصلا للتطبيق فيها الحكم الخامس، ولا احنا مش هيبقى عندنا حكم خامس؟ معرفش هل هيبقى لو في حكم خامس فهيبقى مصري، الاثنين حكام اللي بيبقوا موجودين على الخط علشان لو في اي اشتباه في ضربه جزاء من عدمه بالضروره لازم يبقوا موجودين في مباراه زي ديت. اذا كان احنا بنمشي الدوري كل الماتشات اللي فاتت دي علشان خاطر ما يحصلش مشكله للاثنين دول تحديدا، فتخيلوا بقى لو متهيألي يبقوا موجودين يعني متهيألي. تعالوا نشوف تقرير كده مع حضراتكم عن جوائز مصر في حفل الكاف. قبل بس ما اروح للتقرير، شايف انه باي منطق باي منطق في الدنيا بلدك بتفرح يعني مصر بقى فرحانه، احنا عندنا محمد صلاح، فاحنا نختزل حاله الفرح اللي موجوده عندنا دي في ايه؟ صلاح ولا الخطيب؟ يا جماعه ده احنا، طب هو صلاح الاول؟ لا مش صلاح الاول، ده الخطيب الاول، فده يزعل وده يتقمص وده مش عارف كذا، وانت بتزور التاريخ وانت بتشف في التاريخ وانت بتعمل في التاريخ. حتى كمان احنا مش عايزين نفرح، يعني في حاله من حالات التكالب مننا احنا ضد نفسنا، يعني انت مش جالك الموضوع من بره، ده من وسطينا كده، فعمالين نقطع في بعض احنا من ساعتها. طب يا جماعه افرحوا، محمد صلاح، مصر، منتخب، كوبر، احنا مستحوذين على الجوائز، ده مفيش حد بيعمل كده، بصوا يا اخوانا. فلا احنا دخلنا نفسنا في متاهات بقى، صلاح ولا الاول ولا لا، وبعدين بدانا نرجع للتاريخ وفرنسا فوتبول وكانت، وبعدين تم دمجها، وبعدين تم مش عارف ايه، فالناس دخلت نفسها في تفاصيل كتير جدا جدا. كويس ان الناس بترجع عشان تقرا التاريخ. هو المشكله كمان في ايه؟ هو الجهل المعلوماتي اللي بيبقى عند الناس اللي بتقدم احيانا يعني، فطبعا ده بالضروره بيرجع على المشاهد، لان المشاهد احنا بقينا في 2018، فانا اسف جدا في التعبير اللي انا هستخدمه، اي حد بيطلع على الشاشه اسف جدا في التعبير اللي هستخدمه، بس هو كده متفيش يعني، رايح فين وجاي منين؟ ما احنا عارفين تاريخك بتقول ايه والايه وازاي، وده صح ولا غلط ولا لا، وبعدين في ويكيبيديا دلوقتي ما شاء الله، وفي جوجل، وفي كل حاجه، فالناس هترجع. انما هرجع بس للمضمون اللي انا عايز اقوله عشان ما توهش فيه، ما تخلوش حد يجركم للقصه دي واللعبه دي والجيم ده ويضيع لكم في وقتكم ويضيع لكم في تفكيركم. موضوع ابسط من كده بكتير، احنا خلينا دايما نفرح. يعني محمد صلاح، ايه الشرف العظيم ده؟ محمد صلاح وهيكتور كوبر ومنتخبنا الوطني، افضل منتخب وافضل مدير فني. ده عام 2017، ده عام مصر الكروي والرياضي البحت اللي احنا ربنا كرمنا فيه، ده فضل ونعمه من عند ربنا. فدخلنا نفسنا احنا بقى في تفاصيل بقى من نوعيه ايه، اصله كذا واصله مش عارف ايه، واللي حصل واللي وصل واللي بتاع. يا جماعه طب ركزوا شويه، احنا كنا فين؟ ده احنا ما كانش عندنا دوري بيكمل، ده احنا كنا بنلعب الدوري حكشه، ده احنا كنا وصلنا دوري مجموعتين يعني، هنطول كنا شويه كمان ما كانش هيبقى فيه دوري، ويلعب دوره رباعيه وبتاع ومش عارف ايه، وماشي حالك عشان خاطر يبقى فشوفوا انتوا دلوقتي مصر تكرم في كل حته، ومنتخباتها الوطنيه، وعلى مستوى الالعاب الفرديه، حاجات كتير جدا حلوه يعني. فاحنا سيبنا كل ده، سيبنا بيت القصيد وسيبنا ان احنا نفرح بيهم، وبدانا نتكلم في جزئيه
انه مين قبل مين وليه ده قبل ليه. واسف جدا برضو للناس اللي ما تخلوش حد ياخدكم في السكه بتاعت الاهلي والزمالك دي، والله العظيم في المنتخب بلاش القصه دي. يعني هو التاريخ الواقعي واللي مثبت بنسبه 100% انه كابتن محمود الخطيب اول واحد فاز بالجائزه ديت لما كانت هي مع فرانس فوتبول وتحولت وكان في اعتراف كامل من الكاف. دي قصه منتهيه، فيعني دي قصه منتهيه. ما تخلوش الناس بقى تاخدكم في القصه دي في الاتجاه بتاع ده اهلي وده اصله منتخب مصر، فبتوع الزمالك يدافعوا عن ده هنا ولكن بتوع الاهلي يطلعوا يدافعوا عن ده هنا، ويضحك عليكم في القصه دي. ده انتوا كباره يعني، ده انتوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي واللي بيعمل ده مصلحته ايه. قصه بسيطه جدا، قصه بسيطه جدا. محمد مصري، محمد صلاح مصري، ومحمود الخطيب مصري. لو ده فاز بالجائزه دي اللي هي كانت اتغيرت فبرضه مصري، ولو ده فاز بالجائزه ديت في 2018 او جائزه 2017 فده مصري. واضحه اهي وصريحه. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل تاني. قبل ما استقبل ضيفي نجم مصر كابتن فاروق جعفر، اول خبر